السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مع القانون 11. اسم القانون قانون المنظور. نص القانون: لا تظهر الآثار التسويقية إلا بعد مرور فترة من الزمن. قانون المنظور بينص على لا تظهر الآثار التسويقية إلا بعد مرور فترة من الزمن. خلاصة القانون ده إن الاتجاهات التسويقية بتدل على وجود ظاهرة تسويقية بمقتضاها بتكون الآثار التسويقية في المدى الطويل معاكسة للآثار التسويقية في المدى القصير. يعني البدايات مش بتبقى زي النهايات بالنسبة للتسويق. هنا بيجي سؤال لازم نسأله: هل تؤدي المبيعات إلى زيادة نشاط الشركة ولا بتؤدي للتراجع؟ على المدى القصير من البديهي إن المبيعات بتؤدي إلى زيادة نشاط الشركة. في المدى الطويل إن المبيعات بتؤدي إلى تراجع النشاط. ليه؟ لأنها بتقوم بتوعية العميل بعدم إقدامه على الشراء عند الأسعار السائدة واستنى الخصومات اللي هتنزل، وخصوصا في أوقات الركود. ليه؟ في حقيقة إن الناس بتفضل الشراء عند الأسعار المنخفضة دايما. يعني العميل دايما عايز جودة عالية وعايز سعر منخفض. طبعا ده مستحيل، ولكن هو ذهن العميل كده، البني آدم فطر على كده، هو عايز ياخد بفلوسه أحسن حاجة في الدنيا. يعني زي ما احنا بنقول في النكتة: ببلاش إلا ربع. يعني لو اديته حاجة ببلاش هيقول لك طب والنبي وصلها لغاية البيت. يعني هي دي كلمة ببلاش إلا ربع. فبتيجي تبص تلاقي على حسب مثلا ما حصل دلوقتي في السوق المصري، وبالذات بعد ثورة 25 يناير، الست سنين دول أو السبع سنين، وكان قبلهم ب10 سنين، وبداية من الركود الاقتصادي في نهاية الثمانينات وأوائل تسعينات القرن الماضي، بتيجي تبص تلاقي السوق أصبح سوق موسمي. يعني دايما في ركود، في زيادة أسعار مع انخفاض مستويات الدخل، ومن تضخم لتضخم لدرجة ان التضخم وصل ل 33% قريب على لسان الحكومة المصرية من حوالي ايام بسيطة. انا بتكلم دلوقتي في شهر مارس 2017. بيزيد التضخم، بيزيد الركود، الناس بتحاول تعمل ايه؟ قاعدة تنش طول الوقت. فبيجي على نهاية الموسم من المواسم، واخد بالك، ويقوم مقدم تخفيضات. فلذلك الناس تيجي تستنى، تقول لك استنى، حتى لدرجة ان في ناس كتير قاعدة ما بتشتريش لبس الصيف الا في نهاية الصيف، لبس الشتاء الا في نهاية الشتاء، عشان تستنى الاوكازيون والخصومات اللي بتنزل. نفس الشيء في السوبر ماركت، نفس الشيء في السيارات، نفس الشيء في اي حاجة. ليه؟ بسبب قلة الدخل وبسبب الركود اللي هو العالمي بعد 95 واللي حصل فيها من اللي حصل لنمور السبعة والكلام ده. يعني كان ركود اقتصادي على مستوى العالم، طبعا مصر خدت منه. اصبح انت دلوقتي اللي انت بتبدأ بيه هل بتنتهي بيه؟ لا. المبيعات في المدى القصير بتخدمك، طب في المدى الطويل بتبقى ضدك. انت بتتوسع افقيا، بتروح لعميل مش عايز وبتلبسه، بترجع البضاعة دي او بتفضل راكدة في السوق، فبيؤدي لان انت بتقف. تمام. خلاصة القانون ده عندنا مثال واضح جدا انا هاخده بالنسبة هيبقى عارفه العالم كله، وهو مين؟ دونالد ترامب. مين دونالد ترامب؟ الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، الملياردير الشهير، رجل الأعمال المعروف جدا 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 جدا.
بدأ دونالد ترامب حياته المهنية في شركة والده، شركة ترامب. كان عمله في البداية مرتكز على الطبقة المتوسطة، وده اللي هو النهج اللي كان ماشي عليه والده. بيأجرهم المساكن في بروكلين، في كوينز، في ستاتن ايلاند، وشغالين على كده. وكانت دي واحدة من أول مشاريعه وهو لسه كان طالب في الكلية. كان تنشيط المجمع السكني في ولاية أوهايو، وبعدين حول 1200 وحدة سكنية. من نسبة سكانها كانت اللي شغال فيها 66%، خلاها 100% في غضون سنة. باعت مؤسسة ترامب المجمع سكني ضخم بمبلغ 12 مليون دولار، حصلت على أرباح بقيمة 6 مليون دولار. تمام. الفترة من 1968 لغاية 1989 دي فترة النجاح المبكر بتاع دونالد ترامب. في عام 1971 نقل ترامب مقر إقامته إلى منهاتن في نيويورك. منهاتن بقى اللي هو الحي بتاع الأثرياء. ليه؟ هو أصبح على اقتناع تام من إن الفرص الاقتصادية لازم تيجي في نيويورك، ولازم يكون هو أحد سكان حي منهاتن الشهير اللي هو حي المال والأعمال. وقال لك إن أنا أشتغل في مشاريع بناء كبيرة عشان دي توفر فرص لتحقيق أرباح عالية. هيستخدم إيه؟ جاذبية التصميم المعماري، وإن هو يكتسب الاعتراف في سوق المال والأعمال. بدأ ترامب من أخذ الحقوق لتطوير حاجة اسمها بين سنترال يارد، ودي شيء مشهور هناك. ومع مساعدة بخفض الضرائب قدر ان هو ينجز المشروع. وبعدين دخل في استثمار تاني، ان هو حول فندق اسمه كومودور. ده فندق مشهور جدا. كومودور ده كان مفلس، حوله دونالد ترامب الى فندق الجراند حياة الجديدة، وفندق ناجح جدا. قعد ترامب يتصاعد زي ما انا بقول من 1968 لغاية 1989. مشروع هنا ومشروع هناك، مشروع هنا ومشروع هناك، وقاعد شغال وبيفتح وبياخد قروض من البنوك. بياخد قروض من البنوك. نركز على دي بقى. من 89 ل 97 دي اللي هي فترة المشاكل المالية. بنقول احنا بقى ايه اللي بتبدأ بيه مش لازم تنهي بيه. خلاص. ليه؟ بحلول عام 1989 وبعد الركود اللي حصل، وبعد 95 بالتحديد واللي حصل للنمور الآسيوية، جه دونالد ترامب لقى نفسه غير قادر على الوفاء بدفعات القروض للبنوك. قام ترامب بتمويل بناء كازينو ثالث له. كان عنده 2 كازينو، بدأ يدخل في الكازينو الثالث. الكازينو الثالث ده بحوالي $1 مليار، وسماه تاج محل على اسم تاج محل اللي في الهند، باستخدام حاجة اسمها السندات العالية بتاعت البنوك. على الرغم من انه عزز اعماله التجارية وعمل قروض اضافية واجل مدفوعات الفايدة، انما كل ده خطر، لان كل ده هيجيبه منين؟ دخل في اعادة هيكلة الديون لتفادي خطر فقدان المزيد من المال في المحكمة، وهو على وشك الافلاس. اما جه سنة 1991 وفي 5 اكتوبر بالتحديد كان دونالد ترامب على وشك الافلاس، فاضطر ان هو يتنازل عن ملكية 50% من كازينو تاج محل اللي هو اتكلف $1 مليار
اتنازل عنهم لحملة السندات الأصلية في مقابل ايه؟ خفض معدلات الفايدة على الديون، وان هم يدوا مزيد من الوقت للجدولة بتاعتها عشان يقدر يسدها. في 2 نوفمبر 92 اضطر فندق ترامب بلازا لتقديم طلب من الفصل 11 للإفلاس، يعني أشهر إفلاسه. ليه؟ عجز عن دفع ديونه، وبموجب الخطة اللي اتحطت وافق ترامب على التخلي عن حصة 49% في فندق فخم لسيتي بانك، وتنازل للايه؟ لاصحاب الديون على حاجات كتيرة. يبقى انت اما تيجي تبص النهارده دونالد ترامب ده ملياردير ومعروف على مستوى العالم، وهو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. تيجي تبص تلاقي حياته المهنية لغاية نهاية القرن الماضي بس بنقسمها لحاجتين: النجاح المبكر من 1968 ل 1989، وبعدين بعد كده السقوط أو النزول أو الإفلاس من 1989 ل 1997. هو أي نعم رجع وقف على رجليه تاني في 21 أكتوبر 2004. موجود بقى عنده دلوقتي كازينو ترامب للفنادق والمنتجعات، عمل هيكلة للديون، اتبع خطة ان هو يخفض الملكية الفردية من 56% ل 27%. دخل بقى حامل السندات والأوراق المالية في مقابل ان هو يسدد جزء من الديون. قعد يتفاوض مع الديون او الديانة والبنوك والكلام ده عشان يخرج من الإفلاس الطبيعي، عشان يفضل واقف على قدميه. قدر ان هو يسدد ديونه الشخصية، قدر انه يقف على رجليه تاني ويفضل باقي في السوق. انما ده بيدلنا مثال لواحد من اكبر رجال المال والاعمال على مستوى العالم، وهو رئيس الولايات المتحدة الامريكية دلوقتي، طبقا للقانون اللي احنا بنقوله اللي هو قانون المنظور، اللي انت بتبدأ بيه مش لازم تنهي بيه، انما الشطارة اللي انت بتبدأ بيه وتتوسع يكون التوسع بحساب، واستغل الفرص التسويقية. وبنقول ان الآثار التسويقية لا تظهر الا بعد فترة من الزمن. وعندنا النهاردة المثال دونالد ترامب الملياردير الشهير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. نشوفكم قانون آخر إن شاء الله.